حاسس إن المضادات الحيوية معقدة؟ بعد الفيديو ده هتتغير فكرتك عنها خالص. البيتا لاكتام هو أكتر كلاس من المضادات الحيوية بيستخدم في العالم، لكن معظمنا بنستخدمها بدون ما نفهمها كويس. هنبدأ النهاردة بالبيتا لاكتامز، وهنعرف إزاي نقرأ الكروس أليرجي شارت، وهل لو حد عنده حساسية من البنسلين ما ينفعش خالص ياخد أي مضاد حيوي من البيتا لاكتامز. ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنعرف برضو إمتى نستخدم الدي والبيتا لاكتام ثيرابي. يلا نبدأ الجزء الأهم في كل المضادات الحيوية، ونبدأ رحلتنا مع المضادات الحيوية. ندخل بقى على الانتي بكتيريال دراجز اللي بتنقسم تحت تو كلاسز، اللي هو البيتا لاكتام والنون بيتا لاكتام كله بقى. اول حاجه في الانتي بايوتكس عامه، احنا عندنا ده شكل المايكرو اورجانيزم باختصار بسيط، بدل ما يعني من غير ما احنا ندخل في ديتيلز بالديتيلز الميكانيزم والحاجات دي كلها، ده شغل مايكرو بيولوجي. ولكن اللي يهمني في السلايد ديت على طول ان هي هتبقى معانا على في اول المحاضرات المكمله بعد كده. تمام ليه؟ بس علشان خاطر ان انا اصورها بعيني كده، وان انا اعرف كل انتي بايوتكس بيشتغل على ايه. احنا دلوقتي ده شكل المايكرو اورجانيزم، كون من سيل وول. ونخلي بالنا ان احنا كهيومن ما عندناش سيل وول، وبعد كده سيل وول في سيل ممبرين، وفي اللي هو ادي كده دي ان ايه، وفي الار ان ايه، وفي حاجه اسمها 30 اس سب يونت، وديت من البروتينز اللي بتكون موجوده في التشين بتاعه الدي ان ايه، ودوت اللي بيساعد على الريبليكيشن والجروث اوف مايكرو اورجانيزم. فاحنا عندنا الانتي بايوتكس بتارجت كل انتي بايوتكس بيتارجت سايت معين. اول حاجه اللي بيشتغل على السيل وول اعرف ان هم البيتا لاكتام والفانكومايسين والباسيتراسين. الفانكومايسين مش تبع البيتا لاكتام، ولكن ان انا بقول مجموعه البيتا لاكتام كلها: البنسلين، كيفالوسبورين، كاربابينم، والمونوباكتامز. بعد كده معانا برضو الفانكومايسين والباسيتراسين. والباسيتراسين دوت بيكون موجود ايه، حاجه كاتوبيكال يعني، اللي بيشتغل على السيل ممبرين، وهو البوليميكسين. تمام، اللي هو معروف باسم الكوليستين. وانا هنا كاتبه لو توكسيك وهنا هاي توكسيك. طب ليه؟ انا كهيومن انا ما عنديش سيل وول. تمام، فلما بيجي يدخل الانتي بايوتكس بيجي يشتغل، هو بيتارجت السيل وول الموجوده في المايكرو اورجانيزم، ان هو بيكون ليس توكسيك على الهيومن والانيمالز طبعا. لكن اللي بيشتغل على السيل ممبرين بيكون هايلي توكسيك، لانه ممكن ان هو زي ما بيشتغل على السيل ممبرين بتاع المايكرو اورجانيزم، هو بيشتغل على السيل ممبرين برضو ممكن بتاع الهيومن. علشان كده التوكسيستي بتاعت البوليميكس اللي احنا كلنا عارفينها، النيفروتوكسيستي بتبقى عنيفه جدا. عندنا انتي بايوتكس بيشتغل على الفوليت سينسز. تمام، بيمنع تكوين الفوليت، زي السلفوناميد وترايميثوبريم اللي هو مشهور باسم السبترين او اللي هو الستريم. وكنا قلنا بس نوتس عليها كده ان الستريم لو انا استخدمته كلونج ديوريشن بالهاي دوز، فاكرين لما احنا قلنا انه بيستخدم بريفنشن دي النيموسيستيك ريفوكي في حالات اللي هي الليفر ترانسبلانتيشن والاتش اي في، وبستخدمه في حالات التريتمنت ليها بيكون بالفيري هاي دوز. فعشان كده احنا قلنا ان انا ادي فوليك اسيد معاه. طيب، اللي بيشتغل على الدي ان ايه هو مجموعة الكينولونز، واللي بيشتغل على الار ان ايه احنا معانا ايه، الريفامبين. بيشتغل على ال 30 اس سب يونت تتراسايكلين والامينو جلايكوسايد، وال 50 اس ماكرولايد وكليندامايسين واللاينوزيليد كلورامفينيكول ستريبتوجرام. احنا بصراحة بعد يعني واحنا ماشيين كده هنتكلم على كل واحد على حدة. تمام، ولكن ان انا اول ما هبتدي باي الليكتشرز بعد كده هبتدي دايما بالسلايد ديت، بحيث ان هي تكون قدام عينينا على طول لغايه لما نحفظها. ده برضو دي هتبقى برضو معانا لغايه الاخر ديت. كانت صوره كده مجمعه، كانت مجمعه على النت بصراحه جبتها. هي بتبقى بتبين لك السبيكترم بتاع الانتي بيوتكس، عشان في ناس برضو بتفت... بت يعني بتتلخبط ما بين السبيكترم بتاع الانتي بيوتكس. فديت ممكن ان احنا نطبعها او ان هي تبقى قدام عينيا على طول. دوت بيساعدني برضو ان انا اجمع السبيكترم بتاع all antibiotics. تمام، دوت بيكفر ايه، وده not effective against ايه and so on. تمام، فاحنا لما نيجي ناخدها برضو هناخد واحده واحده، وبرضو نفهم الصوره ديت بحيث ان احنا نكون familiar بالصوره دي. اول حاجه نبتدي بيها هي البيتا لاكتامز. وانس ان انا جيت قلت ان انا بيتا لاكتامز، يبقى انا معايا البنسلين والكيفالوسبورين والكاربابينم والمونوباكتام.
خلاص، هي category كبيرة جدًا غير أي category مثلًا تانية، هتلاقي مثلًا الsub class بتاعها مثلًا 1 agent أو 2 agent، ولكن البيتا لاكتام هي مجموعة كبيرة شوية. بتتضمن طبعًا زي ما إحنا قُلنا البنسلين، كيفالوسبورين، كاربابينوم والمونوباكتام، وهو حقيقة يعني المونوباكتام ده بيكون الstructure بتاعه similar البيتا لاكتامز، تمام، ولكن علشان كده هو بيكون أقل واحد في الcross allergic ما بينه وبين البيتا لاكتام، وهنتكلم على الcross allergy، وهنتكلم على الhyper sensitivity reaction بتاعة بتاعة البنسلين. ولكن لمّا نيجي نقول مثلًا في allergic من البنسلين، يبقى أنا المفروض إن أنا أشوف وأعمل الallergic مثلًا test ما بينه وما بين وأنا بادّي أي agent تاني من الكيفالوسبورين، كاربابينول، فإحنا بنيجي نقول إن إحنا المونوباكتام بيكون أقل واحد في الcross allergic. ليه؟ لإن هو بس structure similar، شبهه، تمام؟ طيب الmechanism of action زي ما إحنا قُلنا بيشتغل على الcell wall بمنتهى البساطة، إن هو بيعمل inhibition لtransbaptidase، ودوّة بيكون penicillin binding protein موجود في البكتيريا، موجود في البكتيريا نفسها. فلمّا بييجي يعمل inhibition للإنزيم دوّة بيعمل swelling وبيعمل lysis للcell wall، فبالتالي إن هو بيحصل إيه killing للmicro organism. من الأخطاء الشائعة اللي موجودة في الطب عامةً يعني، سواء كان في الICU أو سواء كان برّه، الDual beta lactam. يعني مثلًا إن إحنا نلاحظ إن لو كان عيان مثلًا post operative مثلًا، خصوصًا في الneurosurgery، على طول ييجي يقول لك مثلًا يوناسين روسفين، تمام، أو يا إما باشوفها كتير في حالات الpediatric برّه في الoutpatient مثلًا، طفل صغير tonsillitis، pharyngitis and so on، والدكتور يكتب مثلًا روسفين مع مثلًا يوناسين أو اليونيكتام، تمام. طيب no need إطلاقًا إن أنا أحط الdual beta lactam خالص، يعني هو مجرد إن هو واحد بس هيمسك في الsite of action بتاعه بيشتغل على الcell wall، والتاني يبقى أنا كده باعرّض الantibiotics دوّة لresistance، لإن الmicro organism هو خلاص هو مثلًا against مثلًا أو داخل له antibiotics مثلًا يوناسين، خلاص هو بقى اليوناسين هو بيشتغل عليه. طب أنا باعرّضها برضه إن أنا باخلّي exposure من الantibiotics تاني وباعمل misusing، فأنا كده بازوّد الresistance، وفي النهاية برضه إن أنا no benefit، حتى لو الاتنين effective جدًا على الmicro organism ده، لكن أنا مش محتاجة. يعني ما ينفعش إن أنا مثلًا أحُط في الanti hypertensive agent أستخدم مثلًا bisoprolol والنيبيفيلول طبعًا، فده no indication. ولكن في few exceptions وهنقولها في الslide اللي بعد كده. أنا عندي قاعدة عامة كده في البيتا لاكتام لactivities against الatypical organism، تمام. فأنا مش معايا في الatypical ولا معايا في الMRSA except السيفترولين، ودوّة الfifth generation cephalosporin، دوّة بس الوحيد في البيتا لاكتام اللي بيcover الMRSA اللي هو التفلورو. خلاص، يبقى أنا عندي كده البيتا لاكتام. أنا ممكن أتكلم على الجرام positive، ممكن أتكلم على الجرام negative، في بعضهم بيcover الأنيروب، في بعضهم بيcover السودوموناس، ولكن مش معايا إطلاقًا في الatypical والMRSA except السيفترولين. وطبعًا في ناس كانت فاكرة طب إزاي except اللي هو السيفترولين ده cephalosporin، إحنا خلاص متفقين إن الcephalosporin دوّة من ضمن البيتا لاكتام antibiotics. الrapidly bactericidal، تمام. فإحنا طبعًا عرفنا برضه يعني إيه bactericidal، هو بيعمل killing للmicro organism، تمام، وعرفنا إن هي بتيجي إزاي من الMIC. time dependent أكتر من الMIC، وبرضه شرحناها برضه بالتفصيل. وما دام أنا قُلت إن في time dependent أو قريت عن antibiotics مثلًا هو time dependent، معنى كده إن الinterval بتاع الdosing بتاعه لازم يكون كل 3 ساعات، كل 4 ساعات، كل 6 ساعات، كل 8 ساعات، تمام. غير الconcentration dependent أنا ممكن إن أنا أستخدمه once daily dose. minimal post antibiotic، فاكرين لمّا إحنا قُلنا الpost suppression effect of antibiotics، يعني بعد ما أنا باخلّص الantibiotics النهارده مثلًا، ممكن إن هو يكمّل الeffect بتاعه معايا لكام يوم بعد كده، وممكن خلاص once إن أنا خلّصت الdose مثلًا النهارده، فخلاص يعني خلاص بيحصل بقى clearance من الجسم، وتاني يوم خلاص كده الantibiotic مش موجود معايا. تمام. وطبعًا اللي مشهورة بحاجة زي كده هو البيتا لاكتام. أنا استخدمت مثلًا لو أنا بنسلين، تمام، أو استخدمت مثلًا أمبيسيلين، خلاص يعني مجرد إن هو كام ساعة وخلاص هيخرج من الجسم مش معايا تاني يوم. غير طبعًا لو أنا استخدمت الأمينو جلايكوسايد، استخدمت الكينولونز مثلًا، استخدمت مثلًا الماكرولايدز مثلًا زي الأزيثروميسين، بيكون الtissue concentration بتاعه بيكون عالي، فالeffect بتاعه بيكون مستمر معايا.
الإكسكريشن بتاع البيتا لاكتام عن طريق الرينال، علشان كده معظمهم هتلاقي ليهم دوز ادجستمنت. وانا بقول معظمهم لان في بعض منهم ما بيحتاجش دوز ادجستمنت، مثلا زي السيفوتراكزون مثلا، سيفوتراكزون باينين، وممكن بعض مثلا البنسلين، ولكن بيبقى فيه كوشن مع البيشنت اللي عندهم رينال امبيرمنت، دوت بيزود التايم او السيرم كونسنتريشن بتاع البنسلين. في بعضهم من الامينو بنسلين دوت بيكون بيخرج عن طريق البايل، وعشان كده ان انا هبقى برضو بشوف الدوز ادجستمنت في حاله الرينال وفي حاله الايه الهيباتيك عامه. فده كله كده كلام جنرال خالص على البيتا لاكتام عموما يعني. الاكسبشن بقى للدي والبيتا لاكتام، واحنا قلنا ان نيفر ايفر ان انا استخدم دي والبيتا لاكتام دوت بيكون نو بنفيت، ولكن في حالات معينه فيري رير. تمام، وتعالوا ان احنا نشوفها. احنا هنا برضو عندنا اول حاله معانا infective endocarditis caused by الانتيروكوكس، وطبعا خلاص احنا حفظنا الانتيروكوكس. تمام، تعالوا بقى ان احنا نشوف هنا مثلا لو المايكرو اورجانيزم اللي معايا في الانفكتيف اندوكاردايتس هو الانتيروكوكس، انا ممكن ان انا استخدم اموكسيسيلين او امبيسيلين مع سيفوترايكزون او مع الجنتاميسين. وطبعا اتكلمنا على الجنتاميسين، هنا هو بيشتغل كساينوجيزم ولكن ملوش انتي بكتيريال افكت. ادي هنا معانا كده الامبيسيلين والسيفوترايكزون. الكيس الثانيه في حالات المينينجايتس في اقل من شهر، انيونات ستريبتوكوكس اجلاكتيا، واظن ديت ان احنا اللي اتكلمنا فيها ان هي جروب بي نون هيموليتيك ستريبتوكوكس جروب بي، اللي قلنا ان هي الموست كومن مايكرو اورجانيزم في النيوناتس. تمام، ممكن في الايكولاي الهستيريا انسو اون دوت. في الحاله ديت ان انا بستخدم الامبيسيلين مع السيفوتاكس، او ممكن بستخدم الامبيسيلين مع الامينو جلايكوسايد، وبرده الامينو جلايكوسايد هنا بيشتغل كاز ساينوجيزم، والامينو جلايكوسايد ما بيعديش البلاد برين بارير. برضو في حالات المينينجايتس في الايج اكتر من 50 سنه، برضو ستريبتوكوكس نمونيا، نايسيريا مينينجايتس، برضو في حالات الليستيريا، في حالات الايروبيك جرام نيجاتيف برضو هتلاقيها برضو في الجايد لاينز بانكومايسين بلس امبيسيلين بلس مثلا ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين، وانا بستخدم امبيسيلين مع الكيفالوسبورين ادي كده دي والبيتا لاكتام. تمام، فهي لكل قاعده فيها حاجات اكسبشن، وادي الاكسبشن بتاعتي دي والبيتا لاكتام. سو نو نيد ان انا ادي يوناسين مع سيفوترايكزون لطفل فيه مثلا فارنجايتس، مثلا لطفل مثلا upper respiratory tract infection and so on، او ان انا استخدمه ك بوست اوبراتيف مثلا في حالات النيوروسيرجري، ان انا اقول ان انا لا انا عايزه جرام نيجاتيف اكتر زي السيفوترايكزون وعايزه جرام بوزيتيف اكتر، فانا هستخدم مثلا اليوناسين. طبعا الكلام دوت نو ايفيدنس بيزد خالص، ونو بينفيت كمان يعني. وعلى الواقع العملي حتى لما منعنا الحاجه زي كده، اشتغلنا على كيسز كتير ومنعنا حاجه كده دي والبيتا لاكتام، لاحظنا ان نفس الريزلت. تمام، يعني لا اللي خد ايجنت واحد مثلا لو حتى بوست اوبراتيف مثلا في خلال اول 24 ساعه لا ما حصلوش اي حاجه خالص، ف نو بينفيت. الميكانيزم اوف اكشن طبعا احنا اتكلمنا، الميكانيزم اوف ريزيستنس احنا قلنا ان هو بيشتغل على السيل وول، ودايما قاعده كده من اول ما البيتا لاكتام اكتشف المايكرو اورجانيزم خلاص بقت بتطور نفسها وبتطلع ريزيستنس ميكانيزم، فيكتشفوا انتي بايوتكس تاني على اجينست ريزيستنس ميكانيزم ده، في المايكرو اورجانيزم تشتغل تاني وتطور من نفسها تاني. تمام، وتعمل اي ميكانيزم اوف ريزيستنس اعلى واعلى كمان الى وقتنا هذا. فالبيتا لاكتامز ريزيستنس ميكانيزم اللي عملتها المايكرو اورجانيزم ان هي طلعت بيتا لاكتاميز انزيم بيعمل ديستروينج للبيتا لاكتام، ف اكتشف بعد كده البيتا لاكتاميز انهبيتورز، وهنتكلم عليها. خلاص، فاحنا عندنا مجموعه البيتا لاكتام بتتكسر بالبيتا لاكتاميز الريزيستنس اللي بتتعرض ليها. وعندنا برضو اكتر حد ممكن ان هو بيتاثر بالريزيستنس ديت زي البنسلين، ولكن الكاربابينين بيكون ستيبل نوعا ما اجينست الايه ريزيستنس ميكانيزم ده. الادفيرس افكت للبيتا لاكتام برضو هايبر سنسيتيفيتي رياكشن طبعا. فلما يجي يقول حد خد مثلا بنسلين وتعرض لالرجيك مثلا، او حصل انافيلاكتيك شوك نتيجه البنسلين او نتيجه سيفوترايكزون انسو اون، وزي الايه اللي احنا بنسمع عنها. فطبعا الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن بتبتدي من مجرد ان هي حاجات مايلد ريش خالص، الى دراج فيفر، الى اكيوت انترستيشال نيفرايتس، الى انافيلاكسس. خلاص، فدي بتبقى عباره عن الايه الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن.
البوينت اللي عايزه اتكلم فيها في الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ان لو البيشنت مثلا عنده الرجيك من البنسلين، فانا بساله طب انت لما خدت بنسلين قبل كده او خدت الدواء ده ايا كان بنسلين او غيره تمام، ايا كان انتي بايوتكس او غيره تمام، فانت تعرضت لايه؟ يعني مثلا هل مثلا حسيت ان في مثلا سكين ريش بس، في مثلا حسيت باس او بي شورتنس اوف بريس مثلا. طب انت دخلت بقى الرعايه بعد ما انت تعرضت ل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ بتفرق، بتفرق. يعني لو كان بس مجرد ان هو مايلد الرجيك مثلا وانا مضطره ان انا ادي للبيشنت دوت مثلا الانتيبيوتكس ده، لا ان انا هديهوله تمام، وان انا هتابع السايد افكت او الالرجيك رياكشن اللي حصل. ممكن ان انا اديله مثلا حاجه انتي مثلا انتي هيستامينيك وخلاص ان انا اكمل. ولكن لو بيشنت اتعرض لانافيلاكتيك رياكشن، انافيلاكتيك، ودخل الاي سي يو بسبب بنسلين، يبقى انا خلاص نيفر ايفر ان انا اديله المجموعه دي كلها، لان انا ممكن ان انا اعرضه لحاجات انافيلاكسس تاني، وفي ساعتها ان هو ممكن ما يتلحقش. فعلى حسب السيفيرتي بتاع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، مش مجرد ان انا مثلا استخدمت مره فحصل لي سكين ريش بسيط يبقى انا كده خلاص ممنوع ان انا استخدم الجروب دي كلها. تاني حاجة طبعا الكلوستريديوم ديفيسيل، واحنا كنا متفقين ان الكلوستريديوم ديفيسيل ديت الموست كومن سايد افكت بتاع اول انتيبيوتكس، ولكن اكتر حاجة، اكتر انتيبيوتكس هو ممكن يعمل لك كلوستريديوم ديفيسيل هو الكليندامايسين، وبتتعالج بالبانكومايسين. سيجرز لو انا اديتها بالهاي دوز طبعا، هاي سي اس اف دوزز طبعا، وخصوصا لو البيشنت اولد ايج ورينال امبيرمنت، علشان كده تخلي بالك ان انت تعمل دوز ادجستمنت لازم تمام. وطبعا اكتر حاجه ممكن ان هي تعمل السيجرز ممكن تشوفها في مثلا التاينام، وده اكتر حاجه من البيتا لاكتام ممكن يعمل لك سيجرز عنيفه جدا لو انت استخدمته بالهاي دوز، او لو البيشنت ايا كان بقى هو نوع البيتا لاكتام انتي بايوتكس والبيشنت فيه رينال امبيرمنت، فاحنا كده بنعرضه للسايد افكت، بيكون الريسك بتاعه بيكون عالي جدا. بيتا لاكتام كروس الرجيك، طبعا احنا كنا سمعنا عن كلمه بيتا لاكتام كروس الرجيك ديت، يقول لك ان انا خدت بنسلين يبقى انت خلاص كده ما ينفعش ان انت تاخد بنسلين ولا امبيسيلين ولا كيفالوسبورين ولا كاربابين ولا اي حاجه من مجموعه البيتا لاكتام تمام. تعالوا بقى نفهم الكروس ري اكتيفيتي. خلاص. ما بين البيتا لاكتام ان جنرال، يعني ما بينهم وبين بعضيهم. في بعض الاستاديز كانت طلعت قالت ان لا ممكن يحصل كروس سنسيتيفيتي ما بين بيتا لاكتام انتي بايوتيك، ما بين بيتا لاكتام انتي بايوتيك تاني، وممكن ما تحصلش. خلاص. ومش معنى ان هي ممكن ما تحصلش فهي كده يعني نيفر ايفر ان هي تحصل، ولكن لا، بتبقى في بيشنت فاريبيليتي على حسب الاي جي اي ميديتور اللي عند البيشنت نفسه، ريسك ممكن ان هي تحصل الرجيك. فعلشان كده لو انا في هو الرجيك من نوع انتي بايوتكس، ان انا مش ان انا هحرمه من بقيه الانتي بايوتكس، ولكن ان انا هقيم بقى العيان، طب هو الرجيك من ايه، طب وانا ينفع ان انا استخدم له ايه تاني، او ان انا ما ينفعش ان انا استخدم له ايه تمام. فطبعا كان زمان كان يجي يقول كروس ري اكتيفيتي ما بين الكل، امنع الكل، ولكن لا دلوقتي يقول لك لا، الكروس ري اكتيفيتي ما بين حاجات وحاجات معينه، ما بين انتي بايوتكس معينه وانتي بايوتكس معينه. وتعالوا برضو نفهمها. الشرط ده بيبين البيتا لاكتام انتي بايوتيك كروس الرجيك. طيب يعني ايه؟ قال لك ان في بعض الانتي بايوتكس البيتا لاكتام مع بعضهم بيحصل فيه الاستراكشر دوت بيكون سيميلر تمام، بيكون سيميلر ستراكشر زي بعض تمام، او يا اما الاستراكشر ممكن ما يكونش سيميلر قوي، ولكن ثيوريتيكالي قال ان في ممكن يحصل كروس الرجيك ما بين الانتي بايوتكس ده والانتي بايوتكس ده. عملوا لنا الشرط ده وقالوا لنا ان علامه صح، طبعا هو شكله كده معقد بس احنا لما نيجي نفهمه هيبقى مبسط جدا. علامه الصح ديت بيقول لك ان different structure، خلاص تركيب ده غير تركيب ده، ف consider safe to prescribe. بمعنى ايه؟ تعالوا ناخد مثلا السيفازولين. السيفازولين كده علامه خضراء اهي بينه وبين الاموكسيسيلين، فوانس ان البيشنت مثلا خد اموكسيسيلين قبل كده وقال لك ان انا عندي الرجيك من الاموكسيسيلين، وانا عايزه مثلا داخل عمليه وعايزه اديله بري اوبراتيف بروفلاكسس مثلا قدامي سيفازولين اديهوله تمام. فببص للايه للشارت دوت، وان انا بديله السيفازولين موستلي بيبقى سيف تمام. مش معنى كده ان انا ما بقولش ان انا ما نعملش مثلا اختبار حساسيه، ما نعملش الالرجيك تيست، ولكن ان انا لا، ان انا برضو بعمله، ولكن ان انا بختار الايجنت الايه الموست سيف، وبرضو ان انا بعمل برضو ايه فولو اب. فما بين السيفازولين، ما بين الاموكسيسيلين سيف، ما بينه وبين الامبيسيلين سيف،
ما بينه وبين الكلوكساسيلين والبنسلين and most بيتا لاكتام others بيتا لاكتام مع سيفازولين safe. طيب تعالوا بقى ناخد بقى إيه حاجات اللي هي الX1 والX2 والX3 والX4. تمام. الX1 هو بيقول لك إن إيه، إن same side chain ولكن clinical evidence of cross reaction don't prescribe. تمام. يعني هو نفس الchain نفس الstructure ديّة وفي clinical trial قالت إن في cross reaction فخلاص avoid. برضه هنا بيقول same side chain ولكن theoretically في risk of cross reaction ولكن no clinical studies ما فيش clinical studies كفاية. ولكن هي حاجة theoretically don't prescribe. برضه نفس النظام similar side chain potential of cross reaction don't prescribe. أو يا إما في clinical evidence of cross reaction don't prescribe ديّة اللي هي الX4 وفي اللي هي theoretical risk of cross reaction no clinical studies برضه don't prescribe. المحصلة بتاعة الchart ده إن لمّا تلاقي هنبُص هنا مثلًا على العلامة الخضرا خلاص سيفازولين، سيفوكسيتين مع أموكسيسيلين خلاص إن أنا أشوف إن هو الmost safe والّا لأ. أو لو هو مثلًا عنده allergic من مثلًا البنسلين فأنا أشوف الmost safe إيه. يعني مثلًا آدي كده في سيفاتروكسين ممكن أدّيه له، ممكن أوصف له مثلًا السيفازولين، ممكن أوصف له مثلًا السيفاليكسين، ممكن أوصف له سيفوبرازول سيفوبرازول مثلًا أو يا إما السيفوكسيم and so on خلاص. ولكن الإكسات دي كلّها 1 و2 3 و4 5 5 خلاص أنا should be avoid. طب لو افرض مثلًا إن أنا عندي حالة مثلًا خلاص إن أنا عايزة أدّيها allergic مثلًا للأموكسيسيلين وعايزة أدّيها مثلًا أي حاجة تانية وطلع لي X مثلًا 1 2 3 and so on خلاص. يبقى أنا باعمل برضه sensitivity test خلاص. لو الpatient خلاص safe إن أنا إيه باتابعه. ونخلّي بالنا برضه في البيتا لاكتام برضه الصح المفروض إن أنا باعمل اختبار حساسية دوّة قبل كل dose لإن ممكن تكون الallergic reaction أو hypersensitivity reaction ما تظهرش مع أول dose ولكن بتظهر بعد كده.